صوت مجلس شمال أوروبا مؤخرا بإجماع ضد مسودة مشروع لام توصية تهدف إلى منع استيراد المنتجات القادمة من مدن الصحراء المغربية، معللا ذلك بأن قضية الصحراء ليست من صلاحيات ذات المجلس. وخلال التصويت، اعتبر مجلس شمال أوروبا أن مناقشة التوصية ليست من صلاحيات المجلس، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تبني أي قرار ضد مصالح المملكة المغربية. وكان اللوبي الجزائري بأوروبا قد أعطى معطيات مغلوطة بشأن الوحدة الترابية للمملكة، حيث تمكن من دفع تحالف اليسار الأخضر الإسكندنافي الموالي لأطروحة جبهة البوليساريو بتقديم مشروع لتوصية للمجلس الإسكندنافي يسعى من خلاله إلى فرض قيود على المنتجات الغذائية القادمة من أقاليم الصحراء المغربية. ويعتبر مجلس دول شمال أوروبا بمثابة الهيئة الرسمية للتعاون البرلماني الرسمي بين الدول الإسكندنافية، والذي يبث بشكل رسمي في القرارات المتعلقة بالنظر في مجموعة من القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية للتحالف المذكور. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.